السلام عليكم. انا عايزك تكمل الفيديو ده للاخر علشان هتشوف حاجه غريبه جدا وعجيبه جدا وبرضه رهيبه جدا، بس اوعى تمشي، كمل للاخر علشان لو مشيت انا هزعل، ولو انا زعلت مش هعمل حاجه. بس كمل الفيديو للاخر. انا اول مره في حياتي اشوف قرده او قرد، يعني مش هتفرق قوي في التسميات، بيمسك العجينه وبيشكلها احسن من اجدعها فطاطري. بس ازاي؟ لازم الانسان يحط مناخيره في كل حاجه. ما هي القرده ماشيه وزي الفل اهي، تيجي التانيه عايزه اتعلم عليها، والتانيه اصلا ما بتعرفش تطبخ ولا بتعرف تعمل بيتزا حتى في البيت. المهم يا صديقي، القرده دي غريبه جدا لدرجه انك لو دققت في اكلها ممكن ترجع، قصدي ترجع تاكل تاني من حلاوه الاكل وطعامته. كل اللي عايزك تعرفه ان احنا وصلنا لمرحله ان القرد بنفسه بيطبخ بايديه. الدنيا جت عليه جدا، والله انا ما كنتش متخيل ان ده موجود في العالم، بس الحمد لله تخيلت وصدقت. زي ما بقول لك كده، كنتش متخيل انك تسيبي لي البليله في الثلاجه. اهم حاجه يا صديقي قبل ما ننهي المقطع، عايزك تصلي على النبي وتكتب كومنت حلو تشجعني بيه علشان تشوفني كل شويه ناطط في وشك كده اهو. يلا يا عم بلاش هم، احنا مش هنقلبها غم، وفرفش كده وخلي عندك دم. في اخر الفيديو صلي على النبي والسلام. البنت اللي قدامك دي عايشه في الغابه لوحدها، وعايشه من غير اكل ولا ميه. كل الميه اللي هي بتحتاجها بتلاقيها في الابار. فكرت تعمل ايه بقى؟ مفاجاه جدا، لها فكره جهنميه ان هي تجيب 3 برطمانات وتقطع هدومها كلها حته حته زي ما انتم شايفين، وبتحط في كل برطمان قماشه، وبكده تعمل فلتر بدائي وتشرب ميه زي الفل وزي ما هي عايزه. ممكن بعد ما تشرب الميه كمان تعمل شاي وتعمل قهوه، تعمل جميع المشروبات اللي هي عايزاها. كل ده من ايه؟ من الفلتر البدائي اليدوي. لو حد فيكم يعرف ناس بالدماغ دي يقول لي في كومنت ويقول لي هم عملوا ايه بالظبط. وقبل ما نكمل عاوزك تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وتكتب كومنت حلو يشجعني علشان تشوفني كل شويه ناطط في وشك كده. ولو شفت اسم غالي عليك اكتبه في كومنت واعمل لايك واشتراك في القناه علشان يوصلك كل جديد. وعلشان ما اطولش عليك، احنا كده خلصنا. صلي على النبي والسلام. الشاب اللي قدامكم ده شغال شغلانه غريبه جدا. جاكيت الامان بتاع البحر ممكن يكون احسن منه، واحسن من الشغلانه اللي هو شغالها دي كلها. كل اللي بيعمله هو واقف على حرف الزحليقه مستني اي واحده تنزل علشان ياخدها في حضنه. شيء غريب جدا والله، وما شفتوش قبل كده في حياتي. بيستنى الاشخاص اللي بينزلوا من اللعبه دي علشان ما يقعوش تحت، وقبل ما ينزلوا في الميه هو بيمسكهم علشان طبعا ما يغرقوش في الميه وكده. اغلبيه الناس اللي بينزلوا تحت الميه دول بينزلوا على رجليهم. مش مستاهله يعني ان واحد يشتغل الوظيفه دي. مفيش حد منهم محتاج مساعده خالص، لان عمق حمام السباحه ده كله على بعضه كده نص متر بس. ممكن يكون في سبب تاني الراجل ده شغال الشغلانه دي علشان خاطره، وبصراحه انا معرفش ايه هو السبب. لو حد يعرف فيكم ايه هو السبب التاني يكتبه لي في كومنت علشان انا معرفوش. ممكن يكون السبب التاني ده خير. فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وفي نهايه الفيديو صلوا على النبي وسلام.